مهرج في الصباح وسايكو في الليل. هي قصة جون واين جيسي. كان عنده شركة صغيرة للبناء والتصليحات، وكان يوظف فيها شباب صغار أعمارهم في 20 تقريبا. الناس كانت تثق فيه لأنه كان شكله شخص عادي جدا ودايم مبتسم وكريم مع الجيران، لكن الحقيقة أنه كان يستغل هالثقة استغلال شنيع. كان يستدرج الشباب له في البيت بحجة أنه بيعطيهم شغل أو بيساعدهم، بعدين يختفون بدون ما أحد يدري عنهم أي شيء. الناس بدأت تشك لما لاحظوا اختفاء أكثر من شاب، وكلهم لهم علاقة بجيسي بطريقة أو بأخرى. وأخيرا هنا الشرطة فتشت بيته بعد ما صار مشاورات وقصص، وهنا كانت المفاجأة اللي هزت أمريكا. الشرطة اكتشفت أنه كان يخفي جثث ضحاياه في أماكن سرية تحت بيته، وبعض الجثث كانوا مدفنين في المساحات الضيقة بين الأساسات، يعني كان عايش فوق هالجثث سنين وهو يسوي نفسه رجل محترم ومحبوب. جيسي مسك واعترف بجرائمه والمحكمة حكمت عليه بالإعدام، وبعد سنوات طويلة في السجن نفذ فيه الحكم بعام 1994. واللي يخلي قصته مرعبة فعلا هو أنه الناس ما كانوا يتوقعون أبد أنه هالشخص اللطيف اللي فرح الأطفال يكون وراء كل هالشر.